السلام عليكم أصدقائي، يا رب تكونوا بخير. أحداث كتير في عالم وان بيس ومعلومات خطيرة عرفناها ولسه هنكمل مع بعض إن شاء الله حتى النهاية. ولكن في البداية لو أنت لسه ما اشتركتش فانزل واشترك، لأن اشتراكك بيفرق معايا جدا. فنصلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وندعي لإخواتنا وأهلنا في فلسطين، ويلا بينا نبدأ. الحلقات اللي فاتت كنا تابعنا أحداث أرك الريفري، الأحداث اللي حكاها سابو وبنعرف منه حقيقة ما حدث. شفنا ظهور إيمو ساما قدام الملك كوبرا وصدمة الملك كوبرا من المعلومات اللي عرفها، وبعدها ظهر سابو وحاول ان هو يساعد الملك كوبرا، ولكن إيمو والجروسي بدأوا الهجوم عليه. واكيد الخروج من هذه الغرفة ما كانش سهل اطلاقا. الملك كوبرا ضحى بنفسه في النهاية وقال لسابو لازم يوصل هذه المعلومات للوفي وفيفي. فيا ترى ايه اللي هيحصل في الحلقة دي؟ ده اللي هنشوفه مع بعض ان شاء الله. بعد انتهاء اجتماع الريفري سابو قدر يهرب، ولكن حالته الجسدية كانت سيئة جدا. تلقى هجوم مباشر من إيمو ساما وجسده عمال ينزف الدماء وبيتحرك بالعافية وأنفاسه بياخدها بصعوبة، وجنود وحراس مارجوا بيطردوه عن طريق دمه اللي واقع على الأرض، ولكنه برضه برغم صعوبة حركته بيقدر إن هو يهرب منهم. وبيفتكر اللي حصل واللي شافه قدامه، موت الملك كوبرا على ايد الجروسي وإيمو ساما. اللي حصل ده حقيقي ولا كان مجرد خيال؟ وبيقول لا يجب ان افقد وعيي هنا، لازم اكمل واهرب واعثر على لوفي وفيفي، لازم اوصل لهم رسالة الملك كوبرا. وبيسمع سابو برضه صوت الجنود وهم عمالين يقربوا منه، وبيفكر يعمل ايه وشكله عنده خطة علشان يعرف يهرب. وفي القلعة حراس الملك كوبرا والأميرة فيفي كانوا خلاص في حالة هلع بعد اختفاء الاتنين. الملك كوبرا اتأخر في الخروج من عند الجروسي ومش عارفين مصيره، وبيقولوا ايه اللي بيحصل في المرج وكل شيء خارج عن السيطرة. بيخرج باللي يطير في السماء علشان يبحث عن الأميرة فيفي. والحارس الشخصي للملك كوبرا بيروح عند غرفة الجروسي، بيطلب من الحراس ان هو يدخل. بيقولوا له معانا اوامر بعدم اقتراب اي حد من هنا، اساسا مستحيل انك تدخل جوه. وحارس الاميرة فيفي كان نزل في شوارع المرجوة وبدأ يسأل كل الموجودين عليها لو حد شاف او حد يعرف هي راحت فين. اختفاء الملك وضياع الاميرة هي مصيبة كبيرة جدا على الاباستا. وحاليا وبعد انتهاء اجتماع الريفري بيبدأ الملوك في الرحيل، وبنشوف سابو متنكر في زي الجنود وبيساعد الملوك علشان يرحلوا لبلادهم. وعلى الميناء كذلك بنشوف الأميرة فيفي والملك وابل بيحاولوا يستخبوا ما يخلوش أي حد يشوفهم. لو اتشافوا هيرجعوا على طول للقلعة. الاتنين أصبحوا مطالبين هناك. بيقول وابل الحمد لله كانوا هيعرفوا مكاني، وفيفي بتقول له خليك هادي شوية. بيغضب وابل وبيقول لها بقولك ايه، انا ما قلتلكيش انك تيجي معايا، اياك تقولي لي اعمل ايه وما اعملش ايه. بتقول له خلاص اهدى، خلينا نفكر في طريقة علشان نبدأ نخرج من هنا. وبيبدأوا يتحركوا علشان يستخبوا في إحدى الصناديق اللي هيتم رفعها على السفن. وسابو خطته كانت ماشية كويس وخلاص هيسيب مرجوة. وفعلا على إحدى السفن بنشوف فيفي والملك وابل قدروا إن هم يتسللوا. وفيفي بتقول لازم العالم كله يعرف باللي حصل في المرجوة ويعرفوا عنصرية وهمجية التنانين السماوية. فيفي يا عيني ما تعرفش إن العنصرية دي أبسط شيء حصل في المرجوة. بيقول لها وابل انت لو اتكلمتي ولا قلتي حاجة الحكومة هتعرف ومش هيسيبونا لحد ما يقتلونا. لو فكرت تتكلم انا اللي هسلمك ليهم بنفسي. بتقول له ما انت كمان كده كده هربان منهم، وريني هتسلمني ازاي. الاميرة في شكلها كده عايزة تعمل حاجة. وابو لسه القلق والخوف مسيطر عليه بعد ما عرف حقيقة حكومة العالم وعرف حقيقة ايمو الساما والجروسي. وبيقول انا اللي بعيش هذه اللحظات السيئة، ولكنه بعد شوية تفكير بيقول في شخص ممكن يساعدني. احنا كده كده معانا اخبار ما حدش يعرف عنها حاجة، ولو نزلت في الصحف هتعمل قلبان. وبيطلع وابو الحلزون اتصال بتقول له فيفي ما كنتش اعرف انك معاك واحد، ارجو كان عايزة دقيقة واحدة. ولكن وابل بيقول لها مستحيل، هي دي فرصتي الوحيدة للنجاة. وبيتكلم وابل وبيظهر ان الشخص اللي بيقول عليه هو مورجانس. بيقول له مورجانس اهلا يا وابل، من زمان ما اتكلمتش معاك، ايه اخبار اجتماع الريفري؟ بيقول له وابل ريفري ايه، انا واقع في مصيبة كبيرة جدا. طبعا مورجانس مبسوط وبيقول له شكلك عندك اخبار جديدة، قول لي كل التفاصيل يا حبيبي. بيقول له وابل مش هقدر اقول لك دلوقتي عن طريق حلزون الاتصال، هموت على طول لو حد اكتشف هذا الكلام. وعلشان كده عايزك تاخدنا في الطائرة بتاعتك وتحمينا مقابل هذه المعلومات. بيقول له مورجانس انا موافق، انت فين دلوقتي؟ بيقول له وابل ان هما موجودين على سفينة بلاد اكس. بيقول له مورجانس خلاص احنا هنقرب من السفينة وهنعمل نفسنا جايين نعمل لقاء صحفي، وبقى صعد معانا، واهم حاجة ما تخليش اي حد يشوفك. ومورجانس اصبح متحمس بشكل مش طبيعي. بيقول ايه هي الاخبار المهمة اللي تخلي حياة ملك في خطر؟
قريبا سنعرف كل شيء. وفيفي مستغربة وبتقول لي وابو الأخبار إيه وإيه اللي أنت شفته في المراجوة. بيقول لها أنا مش هقولك أنت تحديدا أي شيء من اللي أنا شفته، ارجعي لشعبك وروح ارتاحي هناك. بتقول له والله كان نفسي أرجع، ولكن اللي قبضوا عليا هم السي بي زيرو، مهما رحت فهم هيفضلوا يطردوني وهيقبضوا عليا. علشان كده هات الحلزون اللي معاك علشان أعمل مكالمة وأعرف أبي هو فين. وأول ما بتقول أبي وابو البيت صدموا، بيقول لها ده بالذات ما ينفعش تكلميه دلوقتي. وبنشوف على سفينة مملكة طاجين بوني هي كمان كانت قدرت تهرب. وعلى سفينة مملكة لولوسيا كان سابو موجود في قاع السفينة بيحاول يتحمل الألم لكي ينجو. ودي كانت نهاية اجتماع الريفري، واللي بعدها بشوية هتنتشر أخبار موت الملك كبرى على إيد سابو زي ما شفنا قبل كده، وكمان اختفاء الأميرة فيفي اللي هيعمل ضجة في العالم كله. وبنشوف دلوقتي الجروس مجتمعين وبيقولوا هو احنا كان ناقصنا اللي اسمه سابو ده يعتبر أكتر واحد عاش مع حاملين حرف الدي، شكل مصيرهم ارتبط بيه. بيقول واحد منهم كفاية كلام عن هذا الموضوع، لازم نخلص مسألة الإجهاد. وبيرن الحلزون اللي قدامهم وبيتكلم إيمو سما من غرفة الظهور، بيقول لهم أنا عايز أستخدم سلاح المزر فليم اللي اخترعوا في جبان. طول ما إحنا سايبينه محدش فينا هيعرف إذا كان هو شغال ولا لأ. بيقول واحد من الجروسي تجربة هذه السلاح هتكون مفيدة دلوقتي، خصوصا إن إحنا داخلين نتعامل مع مسألة الإجهاد. استخدام السلاح في مكان مليء بالغابات هيكون مفيد أكتر من استخدامه في البحر. ولكن إيمو سما بيقول إحنا هنستخدمه على مملكة لولوسيا. الصدمة بتظهر عليهم كلهم وبيقول واحد منهم ولكن مملكة لولوسيا مليئة بالسكان. بيقول إيمو لا يهمني هذا. بيقولوا له حسنا سننفذ الأوامر. بيسأل واحد منهم لماذا مملكة لولوسيا تحديدا. بيقول إيمو لأنها قريبة وكمان هيحصل فيها تمرد. وأخيرا عرفنا إيه اللي حصل وكيف تم تدمير مملكة لولوسيا. سلاح تملكه حكومة العالم اسمه المزر فليم اللي اخترعوا في جبنك على حسب كلامهم. بيقولوا الجروس لو قدرنا نستخدم هذا السلاح بحرية فأخيرا ستنتهي هذه المعركة القديمة. بيقول لهم إيمو في شيء آخر، أنا عايز الأميرة فيفي. بيقولوا له كلهم سمعا وطاعة سنحضرها لك. ودلوقتي أخيرا بنعرف لأول مرة أسماء كل الجروسي. القديس المسؤول عن العلم والدفاع جيجراسيا ساتر، القديس المسؤول عن البيئة ماركوس مارس، القديس المسؤول عن العدالة توبمان واركوري، القديس المسؤول عن المالية إندانا بارون فينا سجرو، القديس المسؤول عن الفلاحة شبرا جوبيتر. هم دول الجروسي السلطة العليا للعالم، ومن فوقهم يحكم إيمو ساما. وبعد كل هذه الأحداث وانتهاء الريفري عارفين إن في تمردات كتير حصلت في العالم، وأكاينو البحرية بدأوا في مقاتلة ومجابهة تلك التمردات. وبنشوف السرافيم الخاص بدوفلامينجو وكمان جيكو موريا لأول مرة. البحرية استخدمتهم في مواجهة تلك الثورات، وعاش العالم في حالة فوضى، وزادت حالة الفوضى دي بعد ظهور نقابة الصليب. وبنرجع دلوقتي للوقت الحاضر، وسابو بيقول ان اللحظة اللي وصل فيها الى مملكة لولوسيا كانت الدنيا خربانة هناك والثورة في اشد لحظاتها، والشعب كان جاهز وامسك بالملك والملكة وحبسوهم. وحتى بعد ظهور سابو اللي هو كان مستخبي على السفينة، الشعب رحب بيه واعتبروه البطل بتاعهم. ولما قرأ الاخبار لأول مرة عن ان الحكومة لبسته تهمة قتل الملك كبرى، لان شعب لولوسيا بقى يحبوا اكتر، بقوا يعاملوه كبطل خارق حرفيا. وبفضل تأثيره على ناس كتير جدا انضم الكثيرين من مملكة لولوسيا للجيش الثوري. كلهم جاءوا مع سابو على السفينة اللي وصل بيها. بيقول لدراجون وإيفا أنا ما قدرتش أعثر على حلزون اتصال مشوش علشان أقدر أكلمكم، كنت خايف الحكومة تسمع المكالمة وتعرف أنا فين. بيقول إيفا اختفاء لولوسيا حدث أثناء تلك المكالمة. بيقول له سابو نعم كنا على السفينة والخوف والهلع كان مسيطر على الجميع. سكان لولوسيا اللي صعدوا على السفينة شافوا وطنهم وهو بيتدمر قدام عيونهم. بيقول له دراجون قول لنا ايه اللي حصل بالظبط وقتها. بيقول له سابو ان السما فجأة غطاها شيء كبير جدا، ما كانش في شيء واضح من الغيوم، وفي لحظات انطلقت منه ضربات دمرت الجزيرة بالكامل كأنها لم تكن لها وجود من الأساس. بيقول ما كانش ظاهر ان ده شيء حي ولكنه كان كتلة عملاقة بتطفو. بيقول إيفا قبل ما أنسى أنت قلت إن الشخص اللي قاعد على العرش اسمه إيمو. بيقول إيفا إن اسم إيمو كان موجود في أسماء الملوك العشرين اللي أسسوا حكومة العالم. القديس إيمو من عائلة نيرونا، ومكتوب في هذا الكتاب إن هو كان مهتم بإن هو يكتسب حياة أبدية. يعني إيمو ده ممكن يكون ملك عايش من 800 سنة ولم يمت حتى الآن.
وبالتأكيد الجروس مش هيخضعوا غير لشخص عنده هذه القدرة المرعبة. والشيء اللي انت شفته في السما ده ماذا لو كان سلاح بتمتلكه الحكومة؟ لو الموضوع كده فما فيش غير شخص واحد ممكن يقدر يصنعه وهو فيجا بانك. بيقول دراجون ما اعتقدش ان فيجا بانك هيصنع سلاح مدمر مثل هذا وهيحطه في ايد الحكومة. بيقول ايفا طب هل ده احد الاسلحة القديمة؟ بيقول دراجون اعتقد ان هذا منطقي، خصوصا ان روبين قالت ان الاسلحة موجودة فعلا. ولكن لو الحكومة معاها هذا السلاح ليه ما استخدمتوش قبل كده واستخدمته دلوقتي تحديدا ليه؟ ولماذا استخدمته على مملكة لوسيا؟ اسئلة كتير جدا ومفيش اجابات للأسف. ودلوقتي بنرجع تاني للمريج وبنعرف ان في عملية اعدام تمت على احد التنانين السماوية، ولكن بالتأكيد الخبر ده مش هينتشر في العالم. التنانين السماوية مبسوطون وبيقولوا هذا ما يستحق بعد تعاونه مع هؤلاء الحسالة. وبيتقال ان الشخص اللي نفذ الاعدام هو قائد الفرسان المقدسين، بطل قادم من جزيرة الجوت فالي، القديس فيجرلاند جارلينج. والتنين السماوي اللي تم اعدامه هو ميوسي جارد اللي ساعد شيراهوشي. وبيقول جارلينج من يساعد هؤلاء الحسالة فهو اقل منهم ولا يستحق الحياة. شخصية جديدة بتظهر في الأحداث لديها سلطة إعدام أحد التنانين السماوية. يا إلهي ما هذا الجنون؟ إيه اللي بيحصل في عالم ون بيس؟ عرفنا كل حاجة حصلت في عالم ون بيس، وكمان عرفنا اللي حصل في المريجو، تزوير موت الملك كبرى، وكمان اختفاء الأميرة فيفي. يا ترى إيه اللي جاي بعد كده؟ والحكومة هتتعامل إزاي مع هذا الوضع؟ وخطورة انتشار الأخبار المهمة ده اللي هنعرف إن شاء الله مع بعض في الحلقات القادمة. ولو انت وصلت لحد هنا فانا احب اشكرك من كل قلبي. اتمنى الفيديو يكون عجبكم واشوفكم ان شاء الله في الحلقة القادمة، وسلام.